السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، وبطبيعه الحال غادي يعجبكم الا تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخر. وما تنساوش تدعمونا في القناه واشتراك وكومونتير يكون زوين. انا ان شاء الله بغيت نشارك معكم الخل البلدي او الخل ديال الصحراوه. كيف ما سبق لي في العام اللي داز كنت شاركته معكم، ولكن كانت واحد الكميه اللي هي كثيره، بالخصوص الوقت ديال العيد الكبير او العيد الاضحى. كيف ما تعودنا صراحه كندير واحد الكميه اللي هي بالطلبيه ديال الناس. انا صراحه كنوجد مع الوالده ديما في كل عيد بحكم ديال الطلبيه ديال الناس اللي كيبغيو الخل. واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم كميه اللي هي قليله، يعني غادي تخدموا بها غير في الدار ديالكم. هنا عندي الخل او العشوب ديال الخل. كتمشيو عند العطار اللي عندكم ثقه فيه وكيجمع العشوب، لان العشوب فيهم كتار. يعني ما غاديش نمشي عند اي واحد نقول يعطيني عشوب ديال الخل وغادي يعطيهم لكم، لان ضروري خصو يكون فيهم العربار، يكون فيهم الزعتر، الحيد الشيح، المهم بزاف د العشوب. انا كنصحكم الا بغيتو تاخذوا العشوب خذوا عند شي مرا صحراويه اللي كتعرف لهاد العشوب ديال الخل، او راجل اللي كيبيع هاد العشوب ديال الخل. هنا انا عندي 300 ديال العشوب. وهنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الفاخر كنت شعلته وخديت. ممكن تاخذوا نتوما البخور اللي بغيتو. انا صراحه خديت هنا الصرغينه لان ما عنديش الجاوي الابيض، درت الصرغينه. خديت هاد البيدو غسلته مزيان لانه صراحه كان فيه زيت زيتون. انا غسلته مزيان وعقمته باش يبقى محتفظ ليا على هاد الخل هذا، واخا يضل العام كيبقى شاد المنافع ديالو. وبالنسبه للخل باش كيعجبني انا واخا تكون ضرك المعده او لا شي حاجه كيكون مفيد للذات. بالنسبه لهاد العشوب فاش كناخذوهم كنغربلوهم وكنقيوهم صافي، من بعد كنغسلهم مزيان حتى ما كيبقاش عندي التراب يعني في العشوب. كنصحكم ضروري تغسلوا العشوب مزيان صافي، وكتحطوهم هكا في شي صبيره او لا شي صفاي على ما تساليو وتوجدوا هادشي كامل ديالكم. عاد ديك الساعه كتخدموا. هنا غنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ هاد العشوب وغادي نديرو في هاد البيدو هذا حتى غادي نسالي هاد العشوب كامله اللي عندي. اليوم صراحه جات عندي الوالده ولقاتني يلاه كنصوب الخل. المهم هنا غادي نكملوا هاد العشوب هذا وغادي ندير لهم صراحه في الغداء. غادي ندير غير فتات الشطبه صراحه تشهيتها. وهنا بعدا غادي نكملوا بعدا هاد العشوب هذا ديال الخل غادي نكمل هاد الشيء كامل. وبالنسبه فاش تساليو غتاخدوا الماء طيب. بالنسبه للماء طيب ضروري يكون الماء طيب مزيان. وكتاخدوا الملحه الحيه هي اللي كتدر في الخل. وكنصحكم انا أو في المره الاولى بلا ما تضيفوا الملحه. الا كنتو غتاخدوا غير شويه، ما تكثروش بزاف. عرفتوا علاش؟ لان الحامض حتى هو كيكون مع الملحه تيزيد يملاح الخل، وانا ما بغيتش صراحه نكثر الملحه. وهنا كنصحكم الا كان عندكم الزعفران الحر حتى هو تزيدوه، لان حتى هو كيعطي المذاق في هذا الخل وكيكون زوين، لانه صراحه هو كيعطي منافع كثيره مع هذا الخل هذا الزعفران الحر. الا كان عندكم كنصحكم انكم تضيفوا واحد شويه صافي. وكتاخذوا التمر، تاخذوا غير 3 الحبات ديال التمر صافي كتزيدوا على العشوب اللي عندكم. هنا انا غادي نستمر حتى غادي نسالي هذا العشوب هذا. بالنسبه للماء راه درتو كيطيب باش ملي نسالي انا هاد العشوب والحامض صافي كيكون الماء طاب. غير هو ضروري ديروا شي برمه الا كانت عندكم كبيره، ولا كديروا شي 2 مقارش او 3. هاد البرميل هذا ما غاديش نعمرو كامل، يعني غادي ندير غير النص ديالو. يعني ما غاديش نعمرو كامل. هاد البرميل راه تقريبا فيه شي 10 ايطرو، انا ما غاديش نعمرو كامل. غادي ندير قياس 8 ايطرو بحال هكاك صافي. هنا بعد ما ساليت خديت الماء اللي طيبته مزيان. بالنسبه للماء سخون مع البيدو ما تخافوش منه، لان هذا البيدو هذا كيكون كيتقبل هذا الحراره ديال الماء. يعني ما تخافوش منه، ما تقولوش زعما راه غادي يطلق هذا البلاستيك. بالنسبه حتى الريحه ديال البلاستيك راه ما كتعطاش في الخل. حنا دابا تعودنا في اي عيد كنصوبوه بهذه الطريقه هذه. كنتمنى ان شاء الله في هذا العيد هذا تفرح كل مسلم ان شاء الله، والله يرزقنا ان شاء الله يا ربي، وتفرح كل واحد. نتمنى ان شاء الله كل شيء يفرح ان شاء الله، علاش لا. وهنا غادي نكمل هاد الماء اللي عندي. وبالنسبه للماء مازال درتو كيطيب، حيت لان غادي ناخذ القياس ديال الخل اللي غادي نبغي صافي. ومن بعد فاش غادي نسالي غادي نسد على هاد البيدو. بالنسبه للملح كنصحكم ديروا الملحه الحيه، ما ديروش الملحه عاديه، لان الملحه الحيه هي اللي كتواتى مع الخل. وهنا بالنسبه للماء راه درت الماء مازال كيطيب، لان باقي غادي ناخذ القياس ديال الماء
صافي من بعد فاش كنساليو كنسدو هاد البيدو غادي نخليه قبالة الشمس مدة 10 ايام ديال العيد ونرجعو ليه. وهنا غادي نشارك معكم هاد فتة الشطبة. بالنسبة لفتة الشطبة انا صراحة درت العدس ودرت الفول. المهم بالنسبة لهاد العجينة ديال عادية يعني كنعجنوها وكنقطعها بهذا الشكل هذا. وبالنسبة للتوابل عادية اللي درت حكة المطيشة وزدت شوية المطيشة عادية. صافي بعد ما طاب ليا كلشي كناخدو هاد العجينة هادي اللي قطعت على هاد الشكل هذا. صافي كنبدا ندير بهذا الشكل هذا، غير هو فاش نبغي نحرك ما كنحركوش بالمغرف. من الاحسن تكون عندكم شي سفود اولا شي عاشقه كتقلبوها باش كتجيكم هذيك الطريقه ساهله وكتفرج لكم بهذا الشكل كيف ما درت انا. كتجيكم ساهله فاش كتبغيو تحركوها كتجيكم مفرزه هاد العجينه يعني ما كتعجنش ليكم. هذه هي الطريقه ديالتي انا في الشطبه. كنتمنى ان شاء الله حتى شي فيديو ان شاء الله ونعاود نشاركها معكم، لان كلشي كان مزروب اليوم وقلت غير نشارك معكم اشنو وجدت انا صراحه تشهيتها في الغداء. وقلت علاش لا اللي ما نديرهاش. المهم كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من الاشتراك وما تنساوناش من الدعم ديالكم للقناه. كنشكركم بزاف بزاف. العيد جاي ان شاء الله باقي وصفات غادي نحطهم ان شاء الله. وهنا صافي بعد ما طابت هاد فتة الشطبه صراحه انا كتعجبني هنايا نقدمها في هاد القصريه هذه. بالنسبه للخل حتى هو راه وجدته. بالنسبه للخل انا غادي نخليه في شي بلاصه تكون مشمشه كل نهار في نفس البلاصه اللي غتكون عندكم فيها الشمس دايره. صافي كتخليوه حتى صباح العيد ان شاء الله. عاد ديك الساعه كتحلوا على الخل صافي وكتذوقوه وتشوفوا الملحه واش هي هذيك. المهم كتبقى تخدموا به واخا يبقى مده طويله كيف ما قلت لكم في الفيديو كيبقى يعني واخا مده طويله. وهنا بالنسبه لفتة الشطبه راني وجدتها بهذا الشكل هذا وغادي نوريكم دابا العطريه اللي كنت شريت. وهنا غادي ندوز للعطريه ديال الصحراوه. بالنسبه لهاد العطريه حتى هي كنت شاركتها معكم في الفيديو ديال العام اللي داز، هي والخل. بالنسبه لهاد الكميه اللي غادي نخدم انا غير للدار ديالي يعني ما غاديش نخدم شي حاجه اللي هي كثيره بزاف. داكشي علاش انا تقديت غير القياس. بالنسبه للقزبر والحيد الشيح وورق سيدنا موسى والزعتر غادي نقيهم مزيان وغادي نحمرهم. والكمون حتى هو خصني نقيه مزيان. اما البزار التنقيه ديالته خفيفه ما كيكونش فيه شي حاجه اللي هي كثيره. اما سكنجبير والخرقوم عرق طحنتهم عنده وبقى ليا بالحق غير ورق سيدنا موسى مع الحيد الشيح واليازير. ان شاء الله فاش غادي نصوب العطريه غادي نشاركها معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للعطريه صراحه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم توجدوها بالخصوص الوقت ديال العيد كنحتاجوها بزاف. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.